علاش المغرب كانت أول دولة اعترفت بأمريكا كدولة؟ The first nation to recognize my country was Morocco. One of the first countries to recognize the United States as an independent nation was a Muslim country, Morocco. No country has been a friend of the United States longer than Morocco. هادشي ماشي غير حب ولا تعامل زوين، هذه كانت ضربه استراتيجيه من الملك اللي شاف بعد ابعد من البعد ديال العصر ديالو. القضيه بدات في القرن 18 فاش امريكان كانت مازال دوله جديده ومقاتله مع بريطانيا هذاك الوقت، ومحتاجه غير دوله وحده تعترف بها وتقول ليها انت دوله مستقله وانا كنعترف بك. ولكن الاوروبيين في هذاك الوقت كانوا كاملين ساكتين حيت كانوا تايقين في بريطانيا، وفي نفس الوقت كانوا دايرين هذيك اللعيبه ديال 50-50 باش يشوفوا شكون اللي غادي يربح بعدا. وفي هذيك اللحظه هي فين غادي ينقز المغرب وغادي يدوي. في عام 1777 وفي 20 دجنبر بالضبط، السلطان محمد بن عبد الله اعلن ان السفن الامريكيه مرحب بها في الموانئ المغربيه، وهذا الشيء ما كانش غير هضره، هذا الشيء كان واحد القرار رسمي. وبالتالي في هذيك اللحظه المغرب كان عطى اول اعتراف عالمي بان امريكا دوله. ولكن المغرب علاش دار هذه الخطوه؟ هنا كيبان الذكاء ديال السلطان. اولا المغرب كان قوه بحريه كبيره، المحيط الاطلسي، المحيط المتوسط، كلهم ممرات استراتيجيه، واي سفينه كدوز خاصها ضروري موافقه المغرب. يعني الملك عرف باللي هذا الموقع اللي عندنا هو مفتاح السياسه العالميه في المستقبل. وثانيا المغرب بغى يسبق الاوروبيين، وبغى يكون الوسيط اللي كيربط ما بين جوج ديال القارات افريقيا وامريكا، حيت هكا كيتصنع النفوذ وتفتح واحد التجاره اللي هذيك الساعه ما عمرها ما كانت. اما ثالثا السلطان شاف شي حاجه اللي ما شافوهاش الاوروبيين، وهي ان امريكا غادي تولي قوه عالميه، وقال علاش ما نكونش انا الاول اللي مد ايدو لهاد الدوله، ولعب معهم تشيس في الوقت اللي الاوروبيين كانوا لاعبين داما. وفي 1786 توقعت المعاهده التاريخيه اللي هي معاهده السلام والصداقه ما بين الدولتين، واللي هي اقدم معاهده واللي مازال خدامه في التاريخ الامريكي كامل، واللي موقعها مع المغرب. وعلاقه الدولتين لا عسكريا لا اقتصاديا لا سياسيا قويه، وهكا كتبنى العلاقات مع الدول القويه. سمعتوا اللي قال لك ان الدستور الامريكي تكتب خوفا من دوله الجزائر. يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر. ممكن حتى الامريكان نيفي البحريه الامريكيه وجدت بسبب الاسطول الجزائري. بارطاجي الفيديو مع اصحابك ودير شي تعليق زوين وتسنى الفيديو الجاي.